هالاند معجب بقدرات بيلينغهام. ريال مدريد يفكر بإعادة كوبو. برشلونة يحاول التأثير على الحكام والملكي يرد. ريال مدريد متفائل بفينيسيوس. عرض سعودي جديد لألابا. رونالدو يرفض بيع ألقاب ريال مدريد من أجل كأس العالم. راموس يعود إلى إشبيليا. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة مدريد نيوز. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. أبدى النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي إعجابه بجود بيلينغهام أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد خلال الموسم الحالي. وعلى حسابه بشبكة انستغرام نشر لاعب وسط الميرينغي جود بيلينغهام صورة احتفاله مع رجل الإسعاف بهدف فوز الريال على ختافي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وكتب هالاند على الصورة التي نشرها بيلينغهام: يا له من فتى. وسبق وأن تزامل هالاند مع بيلينغهام في بوروسيا دورتموند من 2020 وحتى رحيل المهاجم النرويجي إلى مانشستر سيتي في صيف 2022. ويعيش جود بيلينغهام حالة من التوهج مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي، حيث أحرز حتى الآن 5 أهداف كما قدم تمريرة حاسمة في 4 جولات بالدوري الإسباني. واصل الياباني تاكيفوسا كوبو تألقه في ريال سوسيداد هذا الموسم، وبات يحظى بتقدير كبير في ريال مدريد الذي ما زال يمتلك 50% من ملكيته بعد أن باعه بشكل نهائي في صيف 2022. وقدم كوبو أداء ممتازا في الموسم الماضي، حيث أحرز 9 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى، لكنه انفجر هذا الموسم بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف آخر خلال 4 مباريات فقط. وذكرت صحيفة سبورت بأن إدارة ريال مدريد معجبة بأداء تاكيفوسا كوبو وتراقبه بشكل مستمر، كما يحظى اللاعب بإعجاب المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يعاني من نقص واضح في عدد المهاجمين هذا الموسم. وإذا استمر كوبو بالتألق خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن غير المستبعد أن يتقدم ريال مدريد بطلب لإعادة شرائه في منتصف الموسم بهدف تدعيم خط الهجوم. ووضع ريال سوسيداد شرطا جزائيا في عقد كوبا بقيمة 60 مليون يورو، مما يعني بأن ريال مدريد قادر على التوقيع مع اللاعب مقابل 30 مليون يورو فقط، نظرا لاحتفاظه ب50% من قيمة البيع المستقبلي. بعد 4 جولات فقط تم خوضها في الدوري الإسباني، يحاول برشلونة التأثير على الحكام من خلال ادعاء وجود أخطاء تحكيمية تصب في مصلحة ريال مدريد ومنحه الصدارة قبل التوقف الدولي بفارق نقطتين. وأكدت صحيفة آس قيام برشلونة بتحليل شامل للقرارات التحكيمية التي حدثت في مباريات الفريق الأربعة منذ بداية الموسم، ومراجعة أيضا ما حدث في مباريات ريال مدريد. وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن برشلونة أعد قائمة تظلمات تتضمن 7 قرارات تحكيمية خاطئة تزعم أنها أضرت بالفريق وصبت في مصلحة الريال. ويدعي النادي الكاتالوني أن سلم الترتيب كان سيكون مختلفا تماما لولا حدوث هذه الأخطاء. وكان تشافي المدير الفني للبارسا أول المعربين عن قلقه من قرارات الحكام وعدم استعانتهم بتقنية الفار بالقدر الكافي، لكن هذا القلق تحول لخوف بعد أن أصبحت تقنية الفار تصادق على قرارات تحكيمية خاطئة حسب وجهة نظره. ولم يحدد برشلونة خطوته التالية بعد إعداد هذا التقرير، خاصة وأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يشهد فوضى كبيرة حاليا، وذلك بعد إيقاف لويس روبياليس، مما يعني أن تقديم شكوى رسمية في هذا التوقيت قد لا يكون مفيدا. اندلعت حرب مبكرة بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب اعتراض كل منهما على القرارات التحكيمية، حيث يرى كل طرف أنه تعرض للظلم في الجولات الأولى. ويتربع ريال مدريد على صدارة الليغا برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، متفوقا على برشلونة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط. وأعد برشلونة قائمة تظلمات تتضمن 7 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، 4 منها صبت في مصلحة ريال مدريد، و3 أخرى أضرت البارسا بشكل مباشر. وفي الوقت الذي يشتكي فيه برشلونة من تعرضه لظلم تحكيمي، أكدت صحيفة آس بأن ريال مدريد هو الآخر لديه الكثير من التحفظات على بعض القرارات التحكيمية غير المفهومة، وأبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لجود بيلينغهام ضد ختافي رغم وجود إعاقة واضحة بالقدم اليسرى للمدافع. كما اعترض الريال على إلغاء هدف فياريال بداعي التسلل في مباراة برشلونة عندما كانت النتيجة 0-0، ولديه علامات استفهام أيضا حول أكثر من قرار في مباراة البارسا ضد أوساسونا. وأوضحت أن ريال مدريد استعرض الكثير من هذه اللقطات عبر قناته الرسمية، والنادي لديه شكوك حول التحكيم هذا الموسم، خصوصا أنه لم يمضي سوى أشهر على تورط البارسا بقضية إنجاز نيكريرا. زف البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد نبأ سارا لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال التوقف الدولي الحالي.
وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة خلال مواجهة سيلتا فيغو في الليغا ولم يستطع إكمال اللقاء. وقال الريال في بيان رسمي: بعد الفحوصات التي أجريت على فينيسيوس من قبل الخدمات الطبية في النادي تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى. ولم يذكر ريال مدريد في بيانه مدة غيابه عن الملاعب، لكن وفقا لصحيفة ماركا فإن مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب ستبلغ شهرا. ووفقا لشبكة ديفنس سنترال فإن فينيسيوس منح نبأ سارا لأنشيلوتي بتقدمه بشكل مذهل في برنامج التعافي من الإصابة، وأشارت إلى أن فينيسيوس سيعود على الأغلب في مدة أقل من الوقت الذي حدد له عقب تعرضه للإصابة. وأوضحت أن هذا الأمر سيمنح المزيد من الحلول لأنشيلوتي الذي اعتمد على بيلينغهام في حسم المباريات. اتحاد جدة عرضا من أجل التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد هذا الصيف. ورغم انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا إلا أنها لا زالت مستمرة حتى الخميس القادم في الدوري السعودي الذي استقطب العديد من النجوم حول العالم. وقالت شبكة ديفنس سنترال بأن اتحاد جدة قدم عرضا لضم ديفيد ألابا مدافع الريال الذي يرتبط بتعاقد مع الميرينجي حتى 2026 مقابل 40 مليون يورو. ويأمل اتحاد جدة بالنجاح في حسم الصفقة خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي. وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد عرض على ألابا راتبا يبلغ 25 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ أعلى بكثير مما يتقاضاه مع النادي الملكي. وأوضحت الشبكة بأن ألابا لا يميل للانتقال للدوري السعودي ويرغب في مواصلة الدفاع عن ألوان الريال خلال الموسم الحالي، خاصة مع النقص العددي في صفوف الفريق الملكي في ظل إصابة البرازيلي إيدر ميليتاو. كشفت منصة بينانسي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم عن المزيد من الفيديوهات للتحدي الذي خضع له البرتغالي كريستيانو رونالدو تحت جهاز كشف الكذب، إذ أجاب عن العديد من الأسئلة بنعم أو لا، والتي تهدف إلى الكشف عن مشاعره الحقيقية في عدد من المواضيع. وجاءت إجابات النجم البرتغالي مثيرة، وكان أبرزها رفضه استبدال 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مقابل حصوله مع منتخب البرتغال على لقب كأس العالم. وأجاب دون على سؤال بشأن أمنياته بإمكانية تتويج البرتغال يوما ما بكأس العالم، إذ قال نعم، إلا أن جهاز كشف الكذب أظهر أن إجابته هي لا. وجاءت أبرز الأسئلة كالتالي: هل الدوري الإنجليزي هو أصعب دوري في العالم؟ رونالدو نعم. جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة. هل أليكس فريكسون أفضل مدرب في التاريخ؟ كريستيانو: من الصعب القول إنه الأفضل، صحيح أنني حققت معه الكثير من البطولات، لكن اختيار مدرب واحد ليس عادلا، فسأقول إنه من أفضل المدربين. المذيع: إجابة منطقية وصادقة. هل هدفك بالمقصية ضد يوفنتوس هو الأفضل لك على الإطلاق؟ رونالدو نعم. جهاز كشف الكذب: إجابة خاطئة. هل ما زلت تحمل الرقم القياسي كأكثر من سجل في التاريخ؟ كريستيانو رونالدو نعم. جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة. هل أنت أفضل هداف في التاريخ؟ كريستيانو رونالدو نعم. جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة. كشف سيرجيو راموس نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق أسباب اختياره العودة لصفوف فريقه السابق إشبيليا خلال الموسم الحالي. ووصل راموس لإشبيليا من أجل الخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقود قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال راموس خلال تصريحاته: وجودي هنا يمثل عهدا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا، لاعب إشبيليا الذي توفى في 2007. وأضاف: سعيد بالعودة، ولم يكن من المنطقي الذهاب لأي مكان آخر قبل المرور من هنا. وسيلعب راموس لإشبيليا لمدة موسم واحد مع أولوية التمديد لعام آخر مقابل راتب متواضع حسب ما كشفت تقارير صحفية. وسيعود راموس إلى إشبيليا بعد 18 عاما من الرحيل، حيث فضل النادي الإسباني على عروض الاتحاد وبشكتاش وغلطة سراي. أبدى خوسيليو مهاجم ريال مدريد سعادته بالانتصار القاتل 2-1 على ختافي ضمن منافسة الجولة الرابعة من الليغا في معقل الميرينجي سانتياغو برنابيو. وقال خوسيلو في تصريحات: أعتقد أننا نستحق الفوز في المباراة، قدمنا أداء رائعا هجوميا، وحصدنا 3 نقاط ذهبية، وحققنا العلامة الكاملة من 4 مباريات. وأضاف: الفوز دائما يشعرنا بالرضا، لقد تأخرنا بهدف في البداية وكان بإمكاننا تصحيح الأمور، والانتصار كان صعبا وكنا نستحقه. وبسؤاله عما تغير بين الشوطين أجاب: لقد تحدثنا، الفكرة كانت نفسها، ولدينا العديد من اللاعبين الخطيرين في دكة البدلاء الذين ساهموا كثيرا. وعن هدفه الأول علق: كان جيدا جدا، كنت أنتظر ألا يلغى بعد أن ذهب الحكم لتقنية الفيديو، بالنسبة لي كمهاجم هذا أمر رائع. وأتم: البرنابيو مذهل حتى عندما يكون فارغا، ومع جماهيرنا يكون أفضل من ذلك بكثير، الجمهور هو اللاعب رقم 12،
في ريمونتادا مثل التي حدثت إنه أفضل ملعب في العالم، والجماهير أيضا يدفعوننا للأمام دقيقة بدقيقة. عزيزي متابع قناة مدريد نيوز، هل يحاول برشلونة التأثير على الحكام؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.